سلام غزالات، حرتي وما عرفتي ما ديري العشاء في هاد رمضان. يعني جبت لك واحد العشيوه بالدجاج، تتجي روعه بتتبيله خطيره. الا بغيتي تعرفي الطريقه مالك الا تبعي الفيديو للاخير. وندوزو للشرموله ديال الدجاج اللي غنحتاج فيها كريمه ديال الطبخ مستعملاها في الدار، وتقدري تعوضيها بدانون مسوس. بالنسبه للقوام غادي نحتاج قزبر يابس، 3 فصوص ثومه، بابريكا، سمن، بزار، ثومه بودر، خرقوم، بصله بودر، مليحه، وراس معلقه ديال الكمون بلدي. بالنسبه للكريمه راه مستعملاها غير في الدار، ما شريتهاش. غنستعمل نص كاس ديال زيت الزيتون وعصير ديال الحامضه كامله. غنستعمل شويه ديال الزعتر باش نسم الدجاج ديالي. بالنسبه للعبار ديال القوام راه خديته كامل بمعلقه صغيره. الا الكمون استعملت راس معلقه صغيره، والملح حسب الذوق. وغادي نتبل الدجاج ديالي كامل. بالنسبه للكريمه انا استعملتها غير في الدار، هي كريمه ديال الطبخ. تنستعمل فيها نص لتر ديال الحليب، 2 معالق كبار ديال الدقيق. نحرك الدقيق مع الحليب وهو بارد، من بعد نحطهم فوق البوطه. غنضيف مليحه ونخليها حتى تبدا تعقد عندي مع التحرك المستمر. من بعد غادي نضيف عليها 100 غرام ديال الزبده اللي تكون مزيانه. الزبده غادي نضيفها من بعد ما نحيد الكريمه ديالي من فوق البوطه. غير نحركها ونحيدها من الانيه اللي كنت نطيب فيها ونخليها تنبي نستعملها. غادي نشرمل الدجاج ديالي كامل ونحطو يستريح. في هذا الاثناء خديت 2 بصلات شلطهم رقاق، درتهم في الصينيه. خديت بطاطا ديالي قطعتها رقيقه، ضفت ليها بابريكا وبزار ومليحه والزعتر الغليظ. نضفت عليها زيت المائده، خلطهم وغندخلهم للفران. البنات اللي مازال ما مشتركاش تدخل تشترك وتفعل زر الجرس، وما تنساش ليا جيم وتشارك الفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالها. من بعد ما ارتاح ليا الدجاج ديالي تقريبا واحد ساعتين ولا بات في الشرموله تيكون احسن. طيمطس المذاقات كاملين عندي. غادي نشدو ونوضعو فوق ديك البصله، نوضع فوق الشرموله اللي عندي. ما نضيف لا ما لا حتى شي حاجه. غادي نغطيه بسلوفان وندخلو الفران اللي يكون سخون من قبل على عافيه متوسطه. غنخليه حتى يكح ليا ما يبقى فيه حتى نقطه ديال الماء. من بعد غادي نحيد ليه السلوفان ونخليه في الفران حتى يتحمر ليا الدجاج من الفوق بلا ما ننزلو لتحت، يتحمر غير الفوق. من بعد ما نجبدو غادي نوضع فوق منه البطاطا ديالي تجي على هذا الشكل هذا. المذاق تيكون رائع. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو. شكرا على حسن المشاهده.